يطيروا لا وحش. حكي يا اخويا حكوم والف نعم من عيال الارقش. أنا على طول أداهم هالمجالس القادمة بدون ما أستأذن من المعزم. بالعكس أنت رجال طيب ما صرت والله أفتخر بجمعة هالرجال الطيبة، ويوم الرجال مثل هالرجال هذا يدعيني إني أحضر، يكون لي شرف إني موجود مع هالغانمين والطيبين. فأني الرجال بزماناتهم أبوه الله يرحمه محمد الجاسم اللي ملقب يا أبو قاسيم، معروف يا أبو ثامر الرجال. والف نعم من أبو خميس كلهم مخلف ما هم بعقلي يا أخويا أبو قاسيم يقولوا له على اسم الوالد. لهم مواقف قبل كانوا يجون على ديرتنا، ولهم مواقف والله تسولفت عند السعدي عوارف شمر. يعني مثل ما تقول هذا الضيف لازم أنا معزم مثلا يقوم بواجبه وشي وكذا. الله يرحمه أبو قاسيم ما بدنا ندخل بتفاصيل القصة يا أبو ثامر، لكن السعدي نفسهم عوارف شمر ذكروا هالرجال هذا محمد الجاسم، الشيخ محمد الجاسم ابو قاسم الله يرحمه، وشال له موقف وهم ردوه، شمر ما يتركونه، هم ردوه. فالحمد لله من خلف ما مات، وهالرجال الطيبين والغانمين هذول دائما يجمعون الرجال الطيبين. وانا يا ابو ثامر العاني والله ان السنه فرحان، اسالني ليش فرحان؟ فرحان العام والله ما تهيالي اصور لي دقيقتين بمجلسه، واليوم جامع الرجال الطيبين فإلى الفرح. فدائما انا وتعرف البرنامج يا ابو ثامر الا اقول كلمه عافيه عليك وشعر والله ما نقدر نبيع مي بحاره السقايين بنجد. ما بدنا نجيب لنا بيت زهير عراقي بيت عتابه، وقلت عليه يستاهل وعلى ابوه. قلت يا ابو محمد يا ابو محمد يا العالي الكريم وبالكرم معروف، مو انا اللي اوصفنك، مو انا اللي اوصفنك، الوادم قالت عليك، الوادم قالت عليك تفرح لنزلن الصعبات والزينات يردنك. وهذه يا ابو ثامر على طول تاريخ مالتها هوسه اقول فيها. وها شفت العان بعيني شال مفطح للديوان، وشفت العان بعيني شال مفطح للديوان. ونعم من ابن ابو قاسم يا جماعه يا ابو ثامر. وعلى الهواء مباشره المتابعين صفحه ملتقى القبائل على طول اقولها، اقول ان يسمح لي اصور هالغانمين هذا يكون مفضل على راسي، اكبر بيكم. انا ادور لهالمجال صباحتك يا بالله. واهلا وسهلا بالجميع بدون ذكر اسماء، عند ابو خميس هلا البلهه، وعند العان ابو محمد، وعند خلايف ابو قاسم، وحياكم الله. والله واعتذر على الاطاله ما قصرت. فيا ابو ثامر حميد دهام الله يرحمه ابو فارس كل مره يسولف احنا من جريته يقول الصخاني عيال الارقش قطاع تدروب على الصيام، ما يخلون احد يعدي برمضان الا يفطر، سياره طياره خيال جمال ما يتركون. فهذه طبعا انا بدون تصوير اعمال سمير العيد من محافظه سويدة من قبيله بني معروف، يسلم عليك بشكل خاص، يسلم على الموجودين دائما. امانه كل ما تقعد بجلسه من هالجلسات الله يسلمك. تحياتي للموجودين الطيبين الغانمين وتقولوا لهم احبهم بدون ما اعرفهم. وسلام خاص نص لاخوي رجل الاعمال ابو احمد الزيدي عيسى الزيدي الله يجزاه خير. فيا ابو ثامر والف نعم منك، انا عارفك انت رجل عملك بدمشق بالمقاولات وضمن مجال المطاعم وكذا، وهنا اخوانك وربعك بالسعوديه كلها المستثمر والمقاول والعامل والكذا ايضا يسلمون عليك، وهي سلامك بالغ ومصور، وخصوصي لابو احمد الزيدي. تسلم. نشكر ابو هيك الله يمسيك بالخير. كنت اسولف على ابو صالح ولا بن الربع. مساك الله. مساكم الله بالخير يا شباب، الله محييكم الجميع عند العاني ابو محمد، واهلا وسهلا. ترى احنا ندور لهالجمعة الغانمة ولهالرجال الطيبة ونصور هالدقائق الذكرى مشان نحتفظ بها. واهلا وسهلا بكم عند العاني خلايف ابو قاسم الشيخ محمد الجاسم والده، وحياكم الله هلا البلهة جميعا. الله يجزاك بالخير على جمعة هالرجال. ونعم من ابوك ابو قاسم ما اعرف طيب ميت تراني الله يرحمه ان شاء الله من خلف ما مات. والله يجزاك بالخير. الله يسلمك ويحفظك. قاعد اصور هالرجال بس للذكرى. مساكم الله بالخير. حياكم الله الجميع عند ابو محمد العاني خلايف ابو قاسم. ونعم منكم يا اهل البلهه، ما اعرف فيه من غير ابو خميس، كل ابو خميس. ونعم وتحيه خاصه بندر
ابو شمسه، ابن اخت الشايش، ابو طراد، والله مشتاق لك يا ابو شمسه من زمان والله. صار لي اليوم 20 يوم واسال ابو صالح. والله ما كنت برياض. الله يسلمك، والحمد لله الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ما كملت الا السالفه. ابشروا 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 ابشروا. انت من عيال ابو محمد؟ محمد يلا حي. هلا هلا. وجسدت لها خزل ايام عندها. قالت يوبا ذاك اليوم انا في مجلس العزل عشان يسولفون على مساله هاللون وهاللون، انت ايش رايك؟ قال والله على حد علمي ومعرفتي ما في اثقل من الرصاص ولا في اخف من الذر وما يعني اول جابوا التعبير بسيط. هذه قال هذه قالت مدير اطلبك قالها بمعازيبي، ونادى واحد من عياله وقال له درب اختك وصلها والاسلام ضيف وسلمنا على ابو محمد وعلى ابن اختنا وقول لهم ان شاء الله نبي نضيفكم في اليومين. قالوا ما طلع ركبوا هو دولين تعدوا على الحزم ولا والله هذا الراعي مستفلي بهال ايه بهالابل. يلا حي لك حيله، حي الله الاصيله، حي الله ام محمد ما طولت الغيبات جابت الغنايم قالت له خذ السلام. نعم. حي الله خالي، حي الله كحيلان، حي الله حصان الطلايم. ما عليك زوج ابن اختي ايه بالله قال مشينا. قال له خالي لا بالله انا رجال من هنا دام وصلت امه ما يصير خالي واجب. امشي امزح معاها قلت لها انا فلان ابن فلان، انا فلان ابن فلان عرف عن نفسه. انت الشايف. ايه ابي خطبك ما تريديني؟ قالت يا رجال انت وينك وين الجيزات؟ ايش عندك؟ ايش عندك للجيزات؟ ذكرت الخير. ايه قلت لها الامور زينه. قالت ابد توكل على الله. يقول دعيت لها قلت لها اسال الله انه يجوزك ابن الحلال وتجي منك بنت الله واخطبها تزوجها. قالت بس توكل على الله. دور الحال وطول عمرنا. يقول والله واروح. قضيت لزومي ورجعت. يقول صار عمري 90 سنه. يقول ويصير لي لزومه بنفس الهجره. واسعى المراحه وطلبوا من الله. فاحنا حقيقه ضحيه الصراعات الاجتماعيه لما تجي عليها ما تجد شيء يعني يستاهل او استراتيجي، ولكن ابن عمك اليوم شنو؟ مساك الله بالخير ابو فايز ابو ثامري حج، يا ميت اهلا وسهلا وحياك الله عند ابو خميس وعند ابو محمد. اسلم ابو ثامر. ابن عمك اليوم ما بينك وبينه شيء الا انه اذا يريد ينافسك منافس على العلم القانون. صحيح. ما ابي اكثر من هذا. اكثر من ايش؟ ما في لا انت ضاربه ولا هو ضاربه. ويحضنه ويحضنه على العلم القانون وعيب. معليش. طيب انا لما تكون حي ابو احمد، حي العقيدات، يا اخي خليني افتخر بك وافتخر. نعم. ليش انت اليوم يعني ذاك اليوم ابو فايز والله حي ابو قاسم جاني رجال ان شاء الله صحيح. وقلت له يا اخي ليش مثلا ما تكلم مثلا ابو ثامر بن صيفي مثلا ممكن اجتماعيته واسعه، ممكن له مثلا